لقيت كلام كتير قوي عن الاكل التركي ان هو حلو جدا، فقلت اطلع على المطار واول طياره على تركيا عشان نجرب الاكل التركي. يلا بينا. احنا بقى بنقول لكم ان انتوا مش لازم تسافروا تركيا، احنا النهارده في نيشانتاشي في كايرو فيستيفال، فتعالوا نقول لكم اصل الاكل التركي في مصر بيقول ايه. ويلا بينا. اول مفاجاه قابلتنا هناك كانت هي العيش بحبه البركه اللي مكتوب عليه اسمنا عيش التجربه، وبعد كده بيدونا الايباد ده عشان نختار الاوردر بتاعنا. وهسيبكم مع الشوت السريع بقى لاغلب الحاجات اللي نزلت لنا، وهنجرب لكم دلوقتي حاجه حاجه ونقول لكم راينا كان فيها ايه. ويلا بينا. واول حاجه هنجربها من الابيتايزر كانت الكبه التركي مع اللبنه، ودي كانت خطيره، وكمان اللبنه اللي بالبنجر كانت اخطر بكتير. وده بقى طاجن الجبنه اللي متسوى على الحطب وكمان فيه توم، وده واخد التيست بتاعه في حته تانية خالص. ويلا بينا نخش على الحاجه اللي فاجئتني جدا دي، اسمها كبالي فراخ وطعمها كان خرافه. ده بقى اسمه صاج الكاورما اللي بيبقى معمول من شرايح الفليتو البقري مع الفلفل الحلو، وكان تحفه. ونخش على بيت الكلاوي اللي مشوي على